السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هعمل معاكم فتة الكوارع بطريقة جميلة قوي هتعجبكم جدا، وكمان هقول لكم على فوائد. انا هنا كده غسلة الكوارع كويس قوي ونقعاها في مية وخل وملح لمدة ساعتين، وبعدين غسلتها كويس قوي وحطيتها في مصفى الصف. ومعايا هنا حلة على النار، هنزل بالكوارع فيها كده بعد ما المية غليت، وهسيبها تاخد غلوة واحدة بس. الكوارع ليها فوائد كتيرة قوي، انا هتكلم عليها في الفيديو ان شاء الله. هنا كده الكوارع خدت مني غلوة واحدة بس. هاخد المية كده بالكوارع وهدلقها وهشطف الكوارع بمية سخنة، وارجع احط مية سخنة تاني تغلي كده، وهنقل بقى الكوارع كده بعد ما خدت غلوة هحطها في الشرب كده. تمام، هتدينا بقى احلى شوربة بسم الله ما شاء الله. وبعد ما الكوارع خدت معايا غلوة، هنزل كده بطماطمايه وبصلايه مقطعاهم، وبعد كده التوابل: معلقة فلفل اسود، البهارات السبعة، معلقة صغيرة جوز الطيب، وكام ورقة لورا، وخمس فصوص حبهان مفتوحين. بعد كده معايا حلة على النار، هنعمل بقى الصلصة بتاعت الفتة. هنحط فيها معلقة زبدة أو سمنة، وهننزل بمعلقة توم مهروس. أول ما يصفر معايا هنزل على طول كده بنص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، وهضيف التوابل: رشة جوز الطيب، ومعلقة كمون، ومعلقة فلفل اسود، وهنحط ملح حسب الرغبة، وهسيب الصلصة تتسبك. وتعالوا نتكلم شوية عن فوائد الكوارع. الكوارع بتحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وكمان بتزيد من نضارة البشرة، وبتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف، وبتزيد من رطوبة الجلد وحيويته. وبالنسبة للشعر طبعا الكوارع غنية بمادة الكولاجين، وفيها بروتينات وفيها فيتامينات زي فيتامين بي 12 وبي 6، فطبعا دي بتساعد على نمو الشعر وطوله وحيويته. هنا كده بقى انا كان عندي عيش ملدن اصلا، كسرته زي ما انتوا شايفين وحطيت له معلقة زبدة وقلبته كده في العيش، وبعد شوية كده اتحمر معايا نزلت بمعلقة توم صغيرة وقلبت العيش بيها، ولما شميت ريحة التوم نزلت كده بمعلقة خل وهحمره فيها بس كده. طبعا الدكاترة بينصحونا ناكل الكوارع مرة أو مرتين في الشهر، عشان الكوارع فيها سعرات حرارية كبيرة جدا بتساعد على زيادة الوزن. يلا نعمل الرز. وفي حلة على النار نزلت بمعلقة زبدة أو سمنة اللي عندك استعمليه، وعليه كمان معلقة زيت عباد أو ذرة، وهقلب الرز لحد ما اسمع خروشته كده في الحلة. هنزل عليه بالملح، طبعا الملح على حسب الرغبة. هقلب بقى الرز معايا كده، اول ما اسمع الخروشه كده زادت معايا هنزل عليه على طول بميه سخنه من الكتل. الميه بتبقى حوالي سنتي فوق الرز. هسيبها بقى تتشرب، واول ما يتشرب هوطي عليه، وكده الرز استوى وبالهنا والشفا. بعد ما اغطي على الرز هبص على الكوارع بقى، هشوفها بقى كده بسم الله ما شاء الله. بص الشوربه بتاعتها جميله ازاي، اللهم بارك. طبعا انا دلقت الشوربه دي اول مره، انا ما كنتش حطيت الملح، ودلوقتي انا هضيف الملح. بعد كده معايا طاسة على النار، هنزل بمعلقة زبدة، وبعد ما تسيح معايا هحط معلقة توم. اول ما اشم ريحة التوم كده، انا طلعت كده كام قطعة كوارع خليتهم ورحت حطاهم كده على التومة. اشم ريحة التومة بقى كده وريحتها تبقى جميلة، هنزل على طول بمعلقة خل. بصوا بقى مش قادرة اوصف لكم الريحة بسم الله ما شاء الله. وبعد ما اقلبها كده في الخل والتومة هنزل عليها كده بكبشتين صلصة، وبعدين كبشتين شوربة، وهسيبها بقى وهوطي عليها النار عشان الكوارع تشرب بقى من الطعم التومة والخل والصلصة. وهضيف لها حبة ملح وحبة فلفل اسود ورشة كده من جوز الطيب لو انتي عايزة، اختياري بس بقى. وهقلبها واغطيها. هنا كده بقى انا بقلب الصلصة مع الكوارع بعد ما خلاص اتسبكت معاها. بصوا بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا. بعد كده بقى يلا نعمل طشة الخل الجميلة بتاعتنا بالثوم. معايا معلقة زبدة، هنزل بمعلقة توم عليها مهروس، وأول ما يصفر معايا كده هنزل عليها بحبة خل وهسيبها تاخد غلوة. وكده خلاص الطشة بتاعت الخل بتاعتنا خلصت. أنا كده خلصت كل حاجة، يلا بقى نعمل الفتة. كده أنا رصيت العيش في الصينية، أنا ما حطيتلوش شوربة ولا حاجة عشان ما يبقاش طري، إنما الرز عشان سخن هيطريه معايا، بس هيخليه بالطعم اللي أنا حباه. هساوي الرز كده في الصينية كويس، وبعد كده هنزل عليه كده بالصلصة. هحط كده كام كبشة صلصة كده حوالين الرز. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. هنا بقى كده بحط طشة الخل
وبعد كده هرص الكوارع. على فكرة طعم الكوارع بالخل والصلصة والثوم بتختلف خالص عن الكوارع المسلوقة وبتديها طعم هايل. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. ودي كانت أكلتي النهاردة، فتة الكوارع وشوربة الكوارع الجبارة. جربوها على طريقة مطبخ شامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.